السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المقلي المقرمش. هقول لكم على السر اللي يخليه مقرمش جدا. مكون بسيط جدا جدا موجود عندنا في اي بيت، لازم يكون موجود عندنا. ان شاء الله هنعمل السمك بطريقة سهلة وبسيطة وتتبيلة حلوة كده وخفيفة يعني. نرغي كتير ونخش في المقادير على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا السمك بتاعي انا جايباه وغسلاه كويس قوي بالليمون والخل وغسلاه كويس يعني. انا ما بحبش اشيل الديل بتاع السمكه، فانت لو بتحبي تشيليه شيليه. انا بحب احمره يعني بيبقى مقرمش كده وطعمه حلو، بس انتي وحريتك يعني، حابه تشيليه شيليه. اركنه بقى على جنب لحد ما اعمل التتبيله بتاعتي. انا معايا راس توم كبيره، لو معاكي لو التوم بتاعك مفرومه نحط معلقه كبيره او معلقتين يعني وسط. بعد كده هنزل بالفلفل، فلفل الوان، فلفل احمر، فلفل اخضر براحتك. انا كان عندي فلفل احمر مفروم حطيته. معايا معلقه توابل سمك، دي بتتجاب من عند العطار وبتفرق قوي قوي في تتبيله السمك وبتدي طعم حلو جدا. معايا نص معلقه كمون، نص معلقه كمون كبيره او معلقه صغيره من بتاعه الشاي دي. ومعايا برضو معلقه ملح. معايا حوالي معلقتين خل، معلقتين خل كبار يعني، وليمونه كامله. هي دي التتبيله بتاعتي يعني، ما بزودش عن كده، بتدي طعم حلو جدا وبتفرق جدا التتبيله دي. انا بصراحه معتمداها في اي نوع سمك، سمك جمبري اي حاجه، انا ما بعملش الا التتبيله دي. بجد جربي التتبيله دي، طعمها حلو قوي ومش صعبه ولا اي حاجه. شويه كمون، شويه ملح، شويه آه بهارات سمك. انا ما بحطش شطه لان انا حاطه فلفل طبعا والفلفل حامي، فانا ما رضيتش احط شطه. هبتدي بقى ايه، ان انا احشي السمكه بتاعتي من جوه. انا طبعا حشيتها بالمعلقه، ما رضيتش احط ايدي عشان الفلفل حراق، فخفت يعني يحصل لي حساسيه او حاجه من الشطه. لحد كده مفيش اي حاجه صعبه يعني، الموضوع سهل خالص. هنا التتبيله اللي باقيه احطها على الوش بس عشان السمكه تشرب من التتبيله وتبقى طعمها حلو. هحطها في التلاجة حوالي نص ساعه او ساعه وقت ما اجي اعملها يعني، واروح مطلعاها. معايا هنا دقيق. بصوا بقى الخطوه، معايا دقيق، معايا يعني كوبايه دقيق ونص كوبايه وربع كوبايه نشا. كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا. معايا طبق فيه ميه هستعمله برضو. الطبق ده هحط فيه اللي فيه الميه، هحط فيه حوالي نص معلقه بهارات سمك. اللي فيه الميه هحط نص معلقه بهارات سمك. هنا بس هعفر الدقيق السمكه بالدقيق بتاعي، وعلى طول هروح على الطاسه عشان احمر. بصوا بقى الطبق اللي انا قلت لكم عليه اللي فيه الميه، حطيت فيه نص معلقه بهارات سمك، وهنزل بالسمكه في الميه. هي دي بقى التكايه اللي هتخليه يقرمش جدا يعني. هنزل بس واطلع على طول واحطها في الطاسه. انا مش هعمل اكتر من كده، هنزل بالسمكية في المية زي ما انتم شايفين كده، واطلعها في ساعتها وانا معفراها بالدقيق وكل حاجة، واحطها في الطاسة. هيطلع السمك مقرمش جدا جدا. بجد التكاية دي بتفرق جدا جدا في تحمير السمك، بتخلي السمك مقرمش قوي. انا عملت السمك قبل كده في القناة بس ما عملتش الخطوة دي، وبرده كان مقرمش، بس دي بقى بتفرق اكتر، بتخليه مقرمش اكتر، بتخليه مقرمش جدا كمان. انا بس عايزه اقول حاجه، الدقيق اما حطيت فيه كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا، حطيت معاها نص معلقه توابل سمك، ما حطيتش اكتر كده اكتر من كده في الدقيق. هنا بصوا السمك بتاعي بيتحمر. طبعا انت بتحمري بطريقتك، حابه تحمريه يعني قوي براحتك، حابه تحمريه نص يعني نص تحميره براحتك. انا بحب الحاجه متحمره شويه يعني. فالتحميرة دي بتاعتك انت. السمك هيفضل مقرمش معاكي من اول سمكية لاخر سمكية تعمليها، السمك كله هيفضل مقرمش معاك. شفت النار اللي طلعت دي؟ ما تقلقوش منها يعني، عادي، اي ست بيت واخده على الحاجات دي. هنا بصوا السمك بتاعي برضو انا خلصت الاولاني وبطلع يعني بحط مرة كمان.
بص والله هو التصوير ظلمه، بس السمك مقرمش جدا. هنا السمك بتاعي بقى انا سبت احمر الباقي براحتي، وقلت يعني عشان مطولش في الفيديو يعني قلت خلاص انهي يعني الفيديو على كده. هنا جبت طبق التقديم بتاعي، حطيت شويه بقدونس من تحت، وحطيت السمك بتاعي. انا زي ما قلت لكم انا ما بحبش اشيل ديل السمكه، لو انت حابه تشيليه شيليه براحتك عادي. وعملت شويه رز وسلطه، وكان احلى طبق سمك ممكن تاكليه بجد. طعم السمك حلو جدا وهو مقرمش كده، التتبيله مدياله طعم حلو قوي. انا عايزه يا ريت يعني، بص السمك انا عماله اخبط عليه على اساس انه سامعينه مقرمش قوي وشكله بجد حلو. عملت معاه شويه الرز وشويه سلطه، وكانت اكله بسيطه وسهله وجميله. انا بصراحه السمك بحب اعمله مره في الاسبوع. اي نوع سمك بقى بحب اعمل السمك مره في الاسبوع، لان طبعا احنا عارفين السمك كله فوائد كالسيوم وكده، فبحب ادخله في الاسبوع يعني كاكله رئيسيه بصراحه. يعني كل اسبوع لازم اعمل اكل السمك. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وجديد. واحب اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.